السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نتحدث اليوم بحلقة اتجاهات عن الموصل وبعد استعادتها من داعش. منو اللي راح يمسك الأرض بعد تحريرها وبعد استعارتها من تنظيم داعش؟ أيضا راح نتحدث عن القوات الأمنية والتطورات الأمنية في معركة الموصل، وأيضا راح نتحدث بهذا اليوم عن حرس نينوى ولماذا يرفض بعض القيادات في الحشد الشعبي حول هذا الموضوع. معي مباشرة كل من أربيل السيد زهير الجبوري المتحدث باسم حرس نينوى. مرحبا بك سيد جبوري. وكذلك من بغداد أيضا المتحدث باسم كتاب الإمام علي السيد أيوب أبو عزرائيل. مرحبا بك سيد أبو عزرائيل. أبدأ معك سيد جبوري، آخر تطورات والمعلومات اللي عندك سيد جبوري، بشرنا هل من جديد إن شاء الله بالساحل الأيسر، وشنو اللي الأوضاع اللي بالأيمن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أولا أعتذر على الموجودين خلف الكواليس لأني قد تأخرت قليلا عن الحضور، ولا يهمك ولا يهمك، شرفتنا. ولا يهمك. محور العمليات الشمالي منذ أمس ولحد هذه اللحظة يعني كان هناك معارك ضارية. نعم. في منطقة حي العربي اللي هي في المحور الشمالي. اليوم تم تحرير منطقة حي العربي أو حي العربي كاملا والحمد لله قبل أكثر من ساعتين من الآن. أما المنطقة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، سيدي أتمنى أن تعلم أنه مدينة الموصل هي 168 حي، وأنا عدا أن أكون متحدث باسم حرس نينوى أنا عضو مجلس قضاء الموصل لمدة 8 سنوات. ممتاز. مدينة الموصل تتكون من 168 حي، 94 حي في الجانب الأيمن و74 حي في الجانب الأيسر. لحد الآن المحرر كان 69 حي، وقبل قليل الحمد لله الحي العربي لواء 71 من الفرقة 15 واللواء 76 ممتاز. من الفرقة 16، وقوات حرس نينوى قامت بتحرير الحي العربي الحي رقم 70، ولم يبقى سوى 4 أحياء اللي هي بيسان، الرشيدية وشريخان وكذلك القبة. إن شاء الله تحرر خلال الساعات أو اليومين القادمين إن شاء الله. طيب سيد جبوري، أكو شكوك من بعض الناس أنه بعد استعارة الموصل أكو شكوك بقضية مسك الأرض. فعلا مستعدين ماسكين الأرض حتى نجي على المواضيع الجاية إن شاء الله؟ أكو استعداد عندكم؟ أكو قوة ماسكة؟ أكو تخطيط؟ أكو تنسيق سيد جبوري؟ نعم. 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 أولا التخطيط والتنسيق هذا الأمر يعني ما يحتاج نتكلم به، لأنه كان كثير من المغرضين والذين لا يريدون الخير للعراق العظيم كانوا يقولون أن هذه القوة تتبع أجندة أجنبية وتتبع دولة إقليمية، وهي قوة لا تتجاوز 50 أو 100 شخص. والحمد لله اليوم 3800 مقاتل من 3 ألوية مع لواء الحمد لله في طور التدريب، والمئات يوميا يحضرون. وأتمنى من كاميرا NRT عربية أن تزور ما مناقشه وقدمنا اكثر لحد الان من 37 جريح واكثر من 84 جريح. طيب ولا نزال نقاتل. بس اسمح لي، حشود موجوده في داخل مدينه الموصل او على اطرافها هي فقط لمسك الارض. اما حرس نينوى فهو يقاتل. بس اعطيني مجال، الله يخليك استاذ زهير. يعني الموضوع افهم منك بس شو اخذنا فاصل. بس اسمع لي، هاي العالم الجاي يتقاتل شنو مثلا؟ راح ابو عزرائيل بس دقيقه ارجع لك ان شاء الله. يا ابا مو سواها علينا هسه عم على كيفك. هاي العالم الجاي يتقاتل شبابنا بالنهضه مثلا. اسمح لي ارجع لك استاذ زهير. يعني انت تمسك ارض، انت تهجم هسه يلا انك تمسك ارض. اسمح لي استاذ زهير هسه افهم من كلامك انه صدق موضوع التركي لا زال قائم ولا خلص؟
هو من سقط الموصل حتى انه بتحارب. بس اسمح لي ابو عزرائيل ابو فاطمه، بس هذا الكلام خليه يسولف على السذج، لا يظل يسقط بطوله هاي الشباب اللي راحت. والله الرجل ما سقط، بس اسمح لي ابو عزرائيل دم ما اعطيته ابو عزرائيل. خلنا نسال الله يخليك. قاتل العمليات الخاصه. عجيب. حرس نينوى قوة حكومية مشكلة اليوم. حرس نينوى وين؟ أبو عزرائيل على روحه. حرس نينوى واحدكم لابسه بنطلون ابو الكفه وتفترون عليه برشاشه بدون تجاوز ابو عزرائيل، بدون تجاوز. قوة ساندة. ما تقاتل ولا راح تقاتل لان هم ربعك. ما اقدر اكمل. هم جماعتك الدواعش وهم راح يطلعون باتفاق. فضلت راحت شنو اللعبه؟ عم ترى العراقيين مو ابو عزرائيل. هذا الكلام جماعتك ليه ترى؟ ابو عزرائيل حرس نينوى قوة ساندة. ابو عزرائيل حرس نينوى قوة ساندة. حرس نينوى قوة ساندة، عندهم قائد معترف به بالمعادلة السياسية قوي. هذا شلون حكي؟ معترف به الروحه، ما معترفين به احنا. شلون ما معترف به؟ معترفين به يا عمي. خلنا اعطيك معلومه ارجوك. ترى احنا الشيعه اعترفت ولا ما اعترفت؟ انت منو حتى تعترف؟ والله العظيم يا ست منو انت حتى تعترف؟ انا تاج راسك لان انا بالحج الشعب بدون تجاوز. بدون تجاوز. اما اذا انت انسان اعتيادي مقاتل عادي اسمعنا ابو رامي، تجاوز حدوده. اولا انت واثيل النجيفي. ابو رامي اسمعني رجاء استاذ احمد، مو الكلام بس لكم. انت اولا ابو رامي، انت واثيل النجيفي قبل سقوط الموصل تاخذون اتاوات وتاخذون كل شغلات مال عقود. لا تتهم يا ابو عزرائيل. عجيب. لا اسمع اتهم. اتحداك اذا كنت صادق امام الناس. اتحداك. لا تظلون تحكون هذا الكلام للسذج. اتحداك. الشعب العراقي مو ساذج، لا السنه ولا الشيعه ولا المسيح. ابو عزرائيل والله حررنا وسنحرر. ابو عزرائيل انت قاتلت حتى تحرر. اقنع نفسك بها. اسمعني زين. مكان وجاي يحكي لي على القتال. اسمعني زين. اليوم حرس نينوى قوة ساندة. بس خلنا نسأل يا رجل. هذول الشهداء وين استشهدوا؟ زين هذول القادة مال الجيش العراقي كلهم كذابين. كلهم اللي يشهدون الحرب كلهم كذابين. ابو عزرائيل انا ما اتكلم الا العدي ماشي. انا مو خوش ادمي. خلنا نتنازل. اسمعنا عزيزي، انا مو خوش ادمي. خلنا نتنازل. المراسل الحربي ابو العراقيه هذاك موجود، بيته موجود ببغداد. قال والله العظيم اتحمل مسؤوليه امام الله. داعشي اللي فجر علينا وضربنا والقناص هو اللي قتل ولدنا لزمناه قبل لا يموت. قال اللي يدعمنا دعم معنوي ومادي اثيل النجيفي. هذا اتهام. لا ارجوك هذا اتهام. استاذ زهير اسمح لي استاذ زهير. هذا الرجال جايبه منصوب مكوك يعني شلون؟ يعني والله ما اعرف. اسمح لي استاذ زهير. لا والله مو منصوب، احنا نعرفكم شنو. استاذ زهير احنا ناس جاي نطق الشهداء. ابو عزرائيل نسأل. نينوى على روحك. ابو عزرائيل يعني ابو عزرائيل ابو جبرائيل ما ادري هذول اللي استشهدوا وين استشهدوا؟ باب حوشهم لو استشهدوا بالمعارك وهاي اكمام مرتبه موجوده ويوميا هذا الموقف يصل للقياده العامه للقوات المسلحه. جاوبني على هذا الكلام. قلت لك حرس نينوى من المنظومه الامنيه بقرار رئيس وزراء. تعال على عبد الرحمن اللويزي، تعال على ذول قياديين السنه اللي جاي يقاتلون. عبد الرحمن اللويزي وغيره ذول بالله ناس جايين ويانا معارضين. العبطه وتل ابو اسلام معارضين. يعني شلنا شغله، احنا ذولا ناس شلنا شرفاء ما رضوا بداعش. مو هذا اللي نايم ويا داعش. اقول لك ترى تل النجيفي اخذ الجانب الايمن وهي سقط الموصل. شنو بالله مثلا داعش خافوا منه؟ عم سلمنا تاكل الوجه يلا قايضه ويا داعش.
يلا يلا تكافئ ولد داعش. اسمح لي تقتل النجيف بنطلونه اسالك ابو ميكائيل بس اسالك سؤال. هو اكيد النجيف يوقف قائد عمليات نينوى. كلام منطقي عزيزي. اسمح لي استاذ زهير عمليات نينوى عمي خلف الله عشي على ناس اوادم والله العظيم. انا جاي احكيها قلبا ورساله. الشيعة جاي يتشفون الشر ويحرمكم وياهم خوفا على حضر الفاصل. الشيعة قبل ما يكونون اهلك. استاذ زهير شلون نقدر اليوم نقنع الاطراف في بغداد؟ نعم انتم صرتم جزء من المنظومه الامنيه. اقنع لي الاطراف المعارضه. انتم اليوم من ضمن المنظومه الامنيه. اكو معارضين اليوم ونواب معترضين. استاذي اسمعني. والله قمت ترجف عليك. نعم هسه كملت خلنا نجاوبك. تفضل استاذ زهير. استاذي العزيز اسمعني. انا ما مسؤوليتي اقنع لك. انا ما من مسؤوليتي أنا أقنع لك الأطراف المعارضة. أنا بالنسبة لي مقاتل تحت راية رئيس الوزراء وأتمر بأمره مثل ما يأتمرون غيره من رئيس الوزراء. والدليل على هذا الكلام اللي خلي يكمل أرجوك. ما راح نقدر نكمل الحلقة بالمهاترات. كل من وقته. تفضل استاذ زهير جاوب. بس نتكلم بكلام منطقي لا يقول لي حررنا وحررنا. لك حق الرد. اسمح لي. الابطال جاي يقاتل ويتحرر ويجي. اسمح لي استاذ زهير جاوب. لك وقتك. ارجوك بدون مقاطعة ابو عزرائيل. ارجوك. اخي تفضل اسمعني اخي اسمعني. أنا اليوم عندما أكون مقاتل تحت أمرة رئيس الوزراء وأنفذ أمره بموجب نص القانون والدستور، هل علي مساءلة قانونية؟ الجواب لا. ما نفذت أمره يا عزيز. والله هذا كلام أبو عزرائيل خلي يكمل ضيفي من أربيل. لا ليش ما نفذتوا؟ يا رئيس الوزراء خليه يحكي. ابو عزرائيل خلي يكمل. ارجوك خلي يكمل على حساب الله. ارجوك قبل 4-5 اشهر كان مو رئيس الوزراء. كانت الدولة باطلة. ابو عزرائيل ارجوك انت رحمن والديك ابو عزرائيل ارجوك ابو عزرائيل وقت عندي وقت هسه صار تحت امرك رئيس الوزراء. ارجع لك والله العظيم ارجع لك. بس اسمح لي استاذ زهير استرسل. توكل استاذ زهير استرسل تفضل حتى لا تقول غبنتوني بالوقت. وهذا اللقاء هذا شو اللقاء هذا؟ تفضل يا اخي اسمع مني. الناس دا تشوف الملايين من العالم جاي يباعون. اسمع شوف كلامي المقنع له كلامك. انا اليوم اتمر بامر رئيس الوزراء قال يا حرس نينوى تغيرون الاسم من حشد نينوى الى حرس نينوى. قلنا نعم. ممتاز. قال تشتركون ويا الفرقه 16 قلنا نعم. قال تقفون بفلان مكان قلنا نعم. قال تتقدمون بفلان مكان قلنا نعم. اليوم نحن نأتمر بأمر دولة رئيس الوزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحة. ممتاز. يصدر لنا أمر وقد زار المحور الشمالي الأخ الفريق علي الفريجي وهو كان قائدا له، والآن اللواء نجم الجبوري والآن قائد عمليات قادمون يا نينوى فريق الركن البطل عبد الامير رشيد يار الله. وقد نفذنا هذه الامور. ولكن لتعلم حقيقه هذا ليس انتقاصا من اي قوه تقاتل في داخل مدينه الموصل. كلهم على العين والراس وكلهم يحررون نينوى التي هي جزء من العراق ويحررون اهلهم. والله لا نبخس الناس حقها. والله الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قدم ما قدم والله سوف يكتبه التاريخ بأحرف من نور. والمحور الغربي والله قدم الفرقة المدرعة التاسعة والله قدم قائد الشرطة الاتحادية. طيب كلها قدمت. والله لا نبخس احد حقه. ولكن انت مقدم البرنامج انت سالتني عن حرس نينوى وانا جبتك على هذا. ممتاز. ايضا راح اسالك. ممتاز. هسه خليني اسالك. جزاك الله خير وجزا الله خير كل القاده. المحور الغربي وفي اتصال مباشر معهم يوميا وكل المواقف تصلهم. وصل القاده الموجودين هناك. شوف احنا متواصلين معهم لو لا. استاذ زهير المحور الغربي شتوا خايفين وقلقين من مشاركه الحشد. ليش هذا التغيير بالمواقف؟ ليش هذا التغيير بالمعادله؟ استاذ زهير والله ما ادري. تفضل. مجامله بس خلي ارجوك ابو عزرائيل خلي يجاوب. ارجوك تفضل. خلينا نجاوبك. تفضل. بعد انا ايش وقت اتكلم؟ الله يبارك. ارجع لك صدقني ارجع لك. تفضل. اولا نحن يا اخي سنطينا مجال. اولا نحن لنا الحق
بأن نشارك إخواننا عمي في تحرير المجال يا مدينتنا أستاذ. ونكون نحن أول من يشارك. زين. قالوا إخواننا الحشد الشعبي نشارك قلنا على العين والرأس، ولكن هذا الأمر لا بيدنا ولا بيدكم. موجود السيد القائد العام للقوات المسلحة وهو يضع الخطة مع ضباط ركنه، وهو أعلم بمصلحة ومصير العراق، وهو من قد أقسم على أن يصون البلاد والعباد. اليوم قال السيد رئيس الوزراء بأنه حشد نينوى، حرس نينوى يكون مسؤوليته ضمن المحور الشمالي، قلنا نعم وبها. زين. قال الحشد الشعبي يتقدم من الجهة الغربية، قلنا نعم وبها. هم إخواننا، هم مو إسرائيليين، هم لا بس ما انت يهود. رفضت. هم اسمح لي، إخواننا انت رفضت. عراقيين، أبناء انت عراقيين، رفضت دماء استاذ زاكية انت رفضت وطاهرة. في لقاء سابق بقناة أنا في عربية. رفضت. احنا نريد نوضح لسكان الموصل هذا الموضوع. رفضت استاذ زهير العمل في هذا الأمر. نعم تسمعني كل زين. نعم. استاذ زهير انتم رفضتوا قيادات حرس نينوى في لقاء سابق بهالقناة، وذكرك فيه قبل اعتقد 3 اشهر 4 اشهر. نرفض مشاركة عمي قال ما يطب الحشد المنجز اسمح لي. علينا على الحشد الشعبي. اسمح لي. قال ما يدخل الحشد على قصر قامنا. زلم انتم. طيب. وينكم أبو يلا إسرائيل. مو طبينا واخذنا المناطق. ابو اسرائيل هذا الكلام ابو اسرائيل اخي العزيز هو ابو اسرائيل. ارجوك لا تخلي بس يتكلم وتعوف لا تبخس حقي. انطيت وقت للاستاذ زهير. انطيت وقت للاستاذ زهير، خليني اعطيك وقت. اليوم عندما تتحدث باتهامات خطيره لاثيل النجيفي، اليوم اثيل رجل ومعادله وقائد لحرس معترف به من قبل الحكومه المركزيه. على اي اساس هذا الرفض؟ عندك دليل؟ على نفسه قائد. تفضل عزيزي اولا بخدمتك اني كان قائد علينا ولا يقيس على نفسه. خليه يجاوب ارجوك استاذ زهير، اعطيتك وقت. تفضل. ايه عليك انت، عليك هو قائد نفسك انت وياه، انت وياه قائد. خش الشلايف اثنينكم. اولا رئيس الوزراء كافه الصلاحيات. اسمح لي استاذ زهير، استاذ زهير اسمح لي، خليه يكمل، خليه يكمل، كل واحد وقته ارجوكم. الدكتور السيد المالكي، السيد المالكي اسمع، خلينا نتكلم. مطيتك انا كلام اسمعني. السيد المالكي مطيك كافه الصلاحيات. اكو باليوتيوب ترى هم جت رحمه هاي التليفونات والفيس. اكو باليوتيوب موجود تصوير النجيف يصيح علينا الاثيل، يصيح على الحرس خطيه والجنود. افتح الباب، افتح السيطره، خلي الناس تنتفض. ملينا من هاي الدوله الباطله. وهو نفسه سقط الموصل بشرفكم. الموصل كلها ساقطه، والجانب الايمن باثيل النجيف ويصيح. والله احنا صامدين. وين صامد انت؟ وين الدواعش؟ غير واحد هم ب100 بالنسبه الك. اليوم صار قوه، اليوم صار قوه. بس لا اليوم صار قوه، اليوم صار قوه اخي. قوه على نفسه عزيزي. قوه اتفاقات صارت وين تركيا اخي العزيز. اتفاقات زين. قل له هو اثيل النجيفي من طبوا الدواعش ايش باقوا من بيتك؟ شخذوا ايش لقوا ببيتك؟ قل له الاسطول مال الاحصنه والدنيا. ابو اسرائيل اللجنه قانونيه. اسمح لي اسمح لي هاي اتهامات عم، مو اتهامات بعد، ماكو شيء مخفي، بس الناس تخاف. ليش تخاف؟ اخي كم موته؟ اهل ديره ابو اسرائيل. والله سنه وشيعه ومسيح وازيديين وكرات، صدقوني ستقفون امام الله باكر اذا ما تتكلمون بهذا الكلام. ابو اسرائيل هاي كلها رساله. ابو اسرائيل اهل ديره ذولا، اهل ديره يقول لك احنا عندنا قوه، احنا عندنا قوه. اسمع ابو رامي، نمسك الارض، راح نمسك الارض. عندهم اسمعني قوه عزيزي. تمسك الارض شنو تمسك؟ احنا اللي نمسك الارض واحنا اللي هجمنا. امسك الارض على نفسك. اصلا نص الخونه بيكم كافي. خلونا ساكتين. رئيس الوزراء حيدر العبادي، انا هسه وبعد اقول ابو القلب الطيب وجماعته ترى كل ما هنالك جاي يجاملونكم على حساب الله، جاي يجاملونكم في سبيل حقن دماء السنه. عمي ابتلوا بلوى بيكم، ابتلوا بلوى والله العظيم. كافي عمي كافي، ترى تكذبون على صدق الناس، ما تعبر على العراقيين. السنه تكرهكم عمي. يعني انتم محامين ماليه هسه دفاعكم بالغربيين. لا دقيقه هسه انتم محامين الجماعه ماليه، وهذا واجب وطني، تكليف رسمي قانوني. لو هي ماليه شلون؟ هي ماليه هسه تكليفكم بالمحور الغربي ماليه ابو فاطمه. لا اخي لا عزيزي، هذا تكليف شرعي. احنا واجبنا مثل ما طبينا الفلوجه وطبينا الانبار وطبينا بلد وطبينا دياله وتكريت بيجي العصيه الى الموصل. طيب احنا نحرر المناطق ونقول لهم يا اخواننا السنه تفضلوا، احنا خدام ونرجع. لا عارفه اثيل اللي جاي هسه ما نضرب يا عمي كافي. خلينا نطلع من كلامنا ومن طورنا يا عزيز. هذا الكلام كذب على نفسه. والله طينا 35 شهيد وطينا وقاتلنا. ايش قاتلت؟ اتحداك اذا توقف بالساتر.
اخي قدموا شهداء. لا قدموا شهداء، قدموا شهداء على نفسهم. استاذ زهير والله العظيم والله اتفاقات ويا تركيا، بس ما حد يقدر يتجرأ يتكلم وياكم. اتحداك اذا تقدمت الشهداء، وحتى شهيد الضربتين يجوز جهاز شامل منا. اسمح لي استاذ زهير، بعد اتصال اردوغان بالعبادي، بس خليني اسال بعد اتصال اردوغان بالعبادي قبل فتره، استاذ زهير نفسك انت قلنا اسمعني استاذ زهير، من شارة الموصل ساقطه يمشي بدون حمايه. ابو اسرائيل اسمح لي استاذ زهير، شنو ردك على اللي ذكره واللي ساق لك؟ يعني هذا القلق والوهس التركي، يعني شلون والمدينه مقبله على تحرير وعلى استعاده تامه. استاذ زهير تفضل. استاذ نعم، اولا استاذ هاي التفاهات، الكلام هذا التافه، لا تتجاوز ارجوك استاذ زهير. والله يا تافه انت. لا بدون تجاوز والله ما يتفوه التفاهات غيركم بدون تجاوز ارجوك. ما يستند على حقيقه، خلي يجيب هاي الحقيقه ونقول هاي الاوراق قدام العالم. اسمح لي. الثاني فيما يخص قضيه اردوغان وغير اردوغان، احنا بالنسبه لنا، اسمعني استاذ العزيز، احنا بالنسبه لنا نأتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه. قول لي ايه امر اصدره اردوغان؟ وانت ما نجيت صار قائد العام، انت سويت قائد العام. اسمح لي يا ابو اسرائيل، شفتوا ارهابيه والله العظيم. ابو اسرائيل مطلوبين للقضاء. السياسه ابو اسرائيل انت كاذب. اسمح لي قبل 6 اشهر رجع لي ورا، ما كنت تحت امره الوزراء. شفتوا خاطرين من الوزراء. ولا جينا شد عقيد وشد عميد وصرنا دمج يا عيني. اسمعي بس شوي على كيفك بينا، بس اسمع. اسمع انت حكيت وانا سمعتك. اسمعني اليوم كل واحد وقته. اليوم سمعتني تقول تفاهات، والله ما يتفوه التفاهات غيرك. ارجوك بدون تجاوز. ارجوك بدون تجاوز. موجود وزارة الدفاع، وزارة الداخلية. خلي يكمل ارجوك. تفضل يا استاذ ستالي هاي، يعني هسه انت تحكي واني من يصير وقتي هم انت تحكي. يا اخي هذا ما يصير، هذا يعني شلون؟ يلا خلينا نقاطعك مواني. يلا اخوي تتكلم بكلام منطقي وانا اسمعك ولك انه صادق، بس لا تتكلم بكلام. حررنا مناطق. اسمح لي. ليش حررت مناطق؟ اسمح لي. وين بالمتقدم انت؟ ابو اسرائيل ارجوك خلي يخلص. انت قاعد ببغداد وقاعد تبيعني بوظات. انت بيك خير، تعال على الموصل وشوف احنا حررنا الاولاد. يلا انا مسؤول مجاميع خاصه. اسمعني زين هذول القاعده كلهم يكذبون. هذا القاده الموجودين بالجيش، ابو البوزات العراق كلهم يشهدون ويقولون حرسنا رجال قتاليين وساعدونا في تحرير اذا انت جيت شفت شلون تحكي بكيفك؟ اسمعني ابو رامي، اسمعني. اطلع فاصل. اسمع تريد تشوفني انا موجود. اطلع فاصل. NRT عربية، قناة لكل العراقيين. اهلا بكم مجددا. ابو اسرائيل، استاذ زهير، ارجوكم كل واحد وقته، ارجوكم بدون قطع الكلام. كل من وقته. الله يخليك. اتكلم ارجوك استاذ. الله يخليك ابو اسرائيل. انا اريد اتكلم ارجوك. الله يبارك. اسمح لي. لا بس استنى سؤال خليني اجاوبه. الله يبارك فيك. والله اعطيك وقت، والله العظيم اعطيك وقت. انت واستاذ زهير على راسي اثنيناتكم. اسمحوا لي استاذ زهير كمل فكرتك ارجوك حتى يرد عليك استاذ سيد ابو اسرائيل. تفضل اخي العزيز. فضل. اخي العزيز، بدون اليوم نحن حرسنا ونقاتل وبشهاده قائد عمليات قادمون يا نينوى وبشهاده قوات مكافحه الارهاب
وبشهادة قادة محور الشمالي وبشهادة قائد الفرقة 16 اللواء الركن صباح العزاوي وبشهادة الفريق الركن علي الفريجي وبشهادة كل الضباط الموجودين. طيب إذا إحنا كنا ما نقاتل وليس لدينا شهداء ولا نمسك الأرض، إذا لماذا في المؤتمرات التي تحدث في قيادة العمليات يتم الإرسال على نائب القائد العام أو على ضباط الركن أو على ضباط الاستخبارات الموجودين لدينا في قيادة عمليات في قيادة حرس نينوى أو كذلك أمري الألوية، ويتم الاجتماع معهم ويتم التباحث معهم وإصدار أمر الحركات لهم؟ طيب. هل تعلم يا سيدي الفاضل لحد الآن أمر الحركات وصل لدينا لحد الآن أمر حركات رقم 11؟ هل تعلم يا سيدي الفاضل أكثر من 145 رسالة سرية وفورية بين قيادة حرس نينوى وبين الفرقة 16 وقيادة العمليات المشتركة فيما يخص الشهداء وفيما يخص الخسائر وفيما يخص تحرير المناطق ومسكها وفق الإحداثيات، وهناك طائرات مسيرة من قبل قوات التحالف الدولي تشاهد دائما بالإعلام الواحد يا سيدي الفاضل. هسه احنا مو شايفين يعني ممتاز. اسمح لي استاذ زهير، نسمع دائما فقط مكافحة الإرهاب، الرد السريع، البيشمركة، الشرطة الاتحادية، الجيش العراقي، فقط نسمع بس هاي البيانات. متى نسمع حرس نينوى؟ نوه لي، عرفني، وضح لي، الله يخليك. وين؟ اسمح لي ابو عزرايل. تفضل استاذ. سيدي الفاضل، ممكن ان يكون هناك غبن في الاعلام، ويمكن اكثر من غطى عمليات نينوى لحرس نينوى من قبل قناتين نينوى الغد والموصلية وقناة الNRT الفضائية. نعم هذا حق ونشهد به والله العظيم، ولكن لا نبخس الناس أشياء. أخواننا في مكافحة الإرهاب قدموا شهداء، إخواننا اللي قاتلوا في المحور الجنوبي قدموا شهداء، إخواننا في البيشمركة قدموا 11500 شهيد، إخواننا حتى في الحج الشعبي الذين تقدموا من جهة الغربية قدموا شهداء، ودماءهم جميعا غالية بغلات التربة العراقية. ممتاز. وبغلات التربة العراقية وبغلات التربة العراقية وهي جزء من هذا العلم العراقي الذي يحوينا كلنا. طيب ممتاز وقتك والله عندي وقت. ممتاز والله ارجع لك استاذ زهير ارجع لك استاذ زهير ارجع لك. ابو عزرايل الجماعه دي يقول لك كل دماء الشهداء الحشد على راسنا وغاليه، ليش هذا الرفض يا اخي؟ ليش هذا الكلام كله؟ ارجوك يا رجال عوف الكلام كله، ما اريد انا اللي يقول هسه. خلنا اجاوبك انا. تفضل. عند تقلب الاحوال تظهر مواقف الرجال. انا عرفت هسه هذا شنو موقفه وشنو هو سوى ما سوى، لو يحكي لي سنه بعد نعرف شنو المقابل وفاضت راحت. اولا من يقول لي انت جاي قاعد ببغداد، اولا اني مسؤول مجاميع خاصه لكتائب الامام علي صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا اذا انا ببغداد انت بربيل حامينا خلف الله على ربيل، اما انا عقب باكر تريد تشوفني تعال بتل ابو سنان واخذنا تل غزال وطينا شهداء وطينا شرفاء ابو فاطمه وطينا غيره وابطال تاكل الوجه وانت تجي تقيمنا. هذا اثنين. ثلاثه العمليات الخاصه لحد الان مطين بال200 شهيد. هاي الزلم والله واحد هم ب20 مو ب10، ويجي واحد حرس نينوى ما قلد على ابو حرس نينوى بس وينه شفت له يوم من الايام قاتل اعطيني تصوير بين ابو حرس نينوى مقاتل اتحداك اذا يقدر يرمي له طلقه. كافي هاي الناس ترى مو سذج اخي العزيز، ترى هاي العالم كلها فتحت بس الناس تتشف الشر، ناس فقره. ترى الشعب العراقي فقير والله العظيم يشور بيكم. كافي انتم نفسكم اي والله اضحك على روحك. انتم نفسكم كنتوا تصيحون على جثثنا ذا يدخل الحشد والله اضحك عليك، على جثثنا ذا يدخل الشيعه. استاذ زهير ارجوك اضحك على كرشك تقول شريف ما لا عجيب بدون تجاوز ابو عزرايل. استاذ زهير بدون تجاوز. شنو يضحك علي؟ لا اسمح لي استاذ زهير ارجوك بدون تجاوز. على كل حال اسمعني ابو عزرايل تجاوز. اسمعني اولا استاذ زهير انت اسمعني ارجوك استاذ احمد اترجاك اسمعني استاذ احمد بدون تجاوز. بدون تجاوز. انت المفروض ترجع لل 18 راكب كنت فيها سايق احسن لك، تجابك على مجلس النواب، تجابك على مجلس المحافظه. هاي قداوه. 4 شهادات اعلى منك ومن ثقلك، 4 شهادات و4 كليات تشهد. انا على روحك 18 راكب هالشارع. مو مثلكم ابو عزرايل 4 شهادات الكليه العسكريه والقانون والدراسات العليا بالقانون والحاسبات. اذا تقلك بفلوسك ابو عزرايل اذا تقلك بفلوسك انت وبالرتب اللي يقيموك
فانا الله سبحانه وتعالى اللي يقيمني. ابو اسرائيل ابو أصلاً اسرائيل الجماعه راح يمسكون الارض بعد استعارتها، انتم المحور الغربي تشلبون بالمحور. يمسك الارض قصدك يتفق ويا الدواعش؟ لا قصدك تتهم. مو يمسك الارض، يتفقون ويا الدواعش. اقعدوا ناموا، اقعدوا ناموا فجروا ثمانية قتل الدواعش. اخوتي ولد عمي 8. روح بابا روح على شغلك، روح بابا روح على شغلك. 8 ولا تزرع بابا 8 قتل الداعش. راح يمسكون 8 وبيتين فجرني سيارتي حرقوا والحمد لله طلعت بطرق روحي. ممتاز. استاذ وصير انا ويا داعش. استاذ زهير مبين صحيح. استاذ زهير بدون تجاوز ارجوكم بدون تجاوز ارجوكم كلام محترمه استاذ زهير بها مجال استاذ زهير وين مكانك يعني بالضبط؟ استاذ زهير الشكل القانوني، احكي لي على الشكل القانوني. استاذ زهير الشكل القانوني، رحت لبغداد خلصتوا الامور، اجتكم رواتب، صدر قرار رسمي جمهوري بهيئه الحشد. وين عليهم القبض عمي؟ خليه يجاوب. عمي لسه ما سقط التهم عليهم هو وسيلة. خليه يجاوب لحد الان ما سقط عليهم التهم الخيانه مال الموصل. والله صوتي راح. بس مع الاسف على الشيعة ربعنا اللي يعوفونهم. وانا اقول اتوسف على القضاء اللي يدخلون دماء الشهداء. ارجوك المفروض انتم تحاكمون والله. ارجوك خليه يجاوب. تفضل استاذ زهير. يا خليه يهرج ولكن دماء الشهداء ليش تروح حضاره المنثوره بسببكم؟ ابو عزرائيل اسمح لي انت جاي تسيق اتهامات خطيره جدا على قائد اثيل. شهداء على راسي. تفضل استاذ زهير. انا على راس هاي الشهداء. بارك الله فيك. تفضل استاذ زهير. تفضل. يعني بينك لبين الله، بينك لبين الله، بينك لبين الله. راجل تتمشى بالموصل وهي ساقطه بدون سياره اسمح لي وبدون حمايه غيرهم ربعك. اسمح لي راح يجاوبك والله راح يجاوبك. استاذ زهير اقنع لي ابو عزرائيل. تفضل. وعيونك البارحه وهاليوم انا امشي بطولي بوحيدي، وهاي حي الحدبات تشهد، وهاي حي العربي تشهد قبل ساعه. جاوبني اسمعوا لي بالموصل هم الدواعش. كل ساعه كنت وياهم لولا. استاذ زهير جاوبني. بس خلي اجاوبك. تفضل. اولا نحن بعد موافقه دوله رئيس الوزراء على انضمام حرس نينوى الى رئاسه الوزراء عن طريق قوات الحشد الشعبي، تم صرف مخصصات مرتبات ل 1032 مقاتل كدفعه اوليه. نعم ممتاز. استلمناها. واستلمنا 250 بندقيه. نعم هذا لا ننكره. واستلمنا ملابس 1032 قطعه ملابس كامله. والله تستلمون مقاريض احسنكم. جزاه الله خير من كان اسمع ومن يجمع. خلي كمل. يا الساعه التالي. تفضل استاذ زهير. هسه التالي يا اخي. تفضل. هسه احنا نظل احنا بهاي المزايدات والسجالات والعالم جاي يتباوع يا اخي، بس على كيفك. تفضل. هسه احنا مو بسوق الهرج، هسه احنا قاعدين بقناه محترمه. تفضل. خلي الناس توصل لها الفكره، خلي الناس تعرف تفضل. انه الدوله دعمت حرس نينوى وقدمت لهم رواتب وقدمت لهم اسلحه وتدعمهم وقدمت تجهيزات. وهسه حاليا حرس نينوى اصبح احد ابناء هذه الدوله وحاله حال اي قوه او مؤسسه امنيه. الدوله اليوم تعطي الرواتب لاخواننا في مكافحه الارهاب وفي الشرطه وتطعيم تجهيزات واسلحه، ونحن نفس الشيء. وهذا لا يمكن. والعافيه درجات ان شاء الله. اخواننا نتمنى منهم الحكومه المركزيه ان يساعدونا بعد اكثر ويجهزونا بالاسلحه والاعداد، وان شاء الله سوف نبقى على العهد تحت امرتهم. كل زين. استاذ زهير قبل كم يوم كان معي النائب السيد عبد الرحيم الشمري، ذكر انه ما معترضين على حرس نينوى بالشكل القانوني، معترضين على القائد. الكم نية تبدون القائد حتى نوعا ما تكون ثقه للنواب. تفضل سيدي الفاضل. القائد نحن من نختار هذا القائد. جيد. ونحن من نريده ان يقودنا. ان كان هناك مشكله لدى القانون لدى القضاء فاليوم نحن في قتال، ينتهي القتال ان شاء الله، وبعدها لكل حادثه حديث. ممتاز. وهناك دفعات تقدم وهناك أدلة وقرائن وبراهين القضاء العراقي. لا نشكك بنزاهته ولو 1 بالمليار، واعتقد ناس على درجة عالية من الكفاءة والعدالة بإحقاق الحق. استاذ احمد إن كان متهم الكلام بس يكون نص الدستور يقول المتهم بريء حتى يثبت إدانته. إذا ممتاز. اعطيتك وقتك. رجاء خلنا نتكلم. اترجاكم خلنا نتكلم. ابو عزرائيل الجماعه مقتنعين بالقائد. ابو عزرائيل مو من حقك ولا من حق اي واحد يرفض هذا الحرس. تفضل.
ماشي خلنا نتكلم. انا رجل، خلنا اتكلم عن نفسي. خاف الناس، بعض الناس يعني يستنقذوني ويقول لك هذا مو مثقف او كذا. على كل حال الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، الله يدري شنو بنيتي. عزيزي، احنا قبل بالافلام الهنديه نشوف واحد يعني يحب له وحده او كذا، بالاخير تطلع اخته له امه. عمي اثيل النجيبي يصير قيادي بالحج الشعبي، انت صدق تحجون؟ ترى ماكو هيك منطق. عمي سولفوا على غيرنا، سولفوا غير سالفه هاي. عمي زحمه اثيل النجيبي يعني الكعبه مال الارهاب. هسه خلينا لا تتجاوز ارجوك لا تتجاوز والله العظيم. شنو دليله؟ عزيزي كنا قبل ما جيش المهدي، خلنا نتكلم، اسمع ابو الدليل. قبل كنا نتكلم بزمن جيش المهدي مال الامريكان، من كنا يفوت ابو النجده خطيه لا حول ولا قوه، مو يفوت جيش المهدي سيطرات امر من الداخليه، وهذا بوقتها شو يسوي الشرطه؟ يقول له اغاتي الله وياكم الله ينصركم. شو يسوي ابو جيش المهدي؟ الشرطه يقول لنا الله ينصركم احنا جيش المهدي، ومن تجي القانون يقول له والله ما فاتوا منا غلس. ليش؟ غير ربعنا مو هسه اذا ما خاف يجاملنا. هسه هكذا ترى جماعه اثيل النجيفي ويد دواعش، وواحد يعرف الثاني. طبعا ما يحاكونك، انت تفتر نفسك انت بالموصل من كان ساقطه وبيها دواعش، اعطيك ادله. تعال هم اهل الموصل نفسهم ترى ابو اسرائيل بس على كيفك على كيفك. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذكر بالحرف الواحد انه اسمح لي اكو انتهاكات صارت بلسان زعيم التيار الصدري، اكو انتهاكات صارت عندكم بالحشد. وينهم ذولا؟ اي نعم. شنو الانتهاك؟ انتهاكات صارت، القلق نعم، قلق سكان نينوى من وجودكم اكو. عزيزي نعم اخي العزيز، اولا بالنسبه للانتهاكات اللي تكلم بها سياده السيد مقتدى الصدر الله يبارك فيه، قال كم واحد وكح او كذا او مجرم تمت محاكمتهم بالحج الشعبي، مثل بجثه او كذا وقتل له واحد بريء، تمت محاكمتهم امر من رئاسه الوزراء. طيب هسه احنا ما جاي نقول لك انبياء، واحد اثنين افراد بس مو حشد كامل. واثيل النجيبي لابس بدله صحراوي وقاعد بعد الطافون تاع الحرس قادمون. يا قادمون وين قادم؟ انت بقطر رحت شردت خلف الله على قطر شحتوك اخي انت من قطر قادمون يا نينوى. وين نينوى؟ ابو اسرائيل اخي قوه امنيه معترف فيها، اكو متحدث من المناديل قوة العمومية. ليش ما طلعت هم القوة نفسها هي جابت الدواعش وهي تريد تطلع كيف؟ ترى هذا الكلام ترى مو منطقي. المنطق وضع الشيء محله الصحيح. هذا الكلام بس الاستاذ يجي صدقه. اسمح لي والله طيب. نينوى وحرس نينوى بالمناسبة ارجوك، انا ما اريد شباب من حرس نينوى يكرهوني وكذا، بالعكس انا خب ما اعرف وجوههم كلهم وانا اشرف بهم، ويدري عبد الرحمن اللويزي طيب. وغيره جونا القاطع المسؤولية في تل عبطة وفي هاي المناطق اللي تحررت وتغدينا سوا وصار الاتفاقات والكذا، شباب يعني هم سنه هم سنه من تل احفر جونا وسنه من تل عبطة، اشرف بهم وانا اشرف بكل اخواني السنه، بس القيادات كافي. استاذ مجامله على حساب دم الشهداء. طيب استاذ زهير، شنو ذنب سبايشر؟ شنو ذنب بديت استاذ زهير؟ شنو ذنب هاي الشباب؟ ممتاز يصير قيادي عليه بالحج الشعبي. اسمح لي استاذ زهير، عدم المقبوليه من نوابك السنه ومن اهل نينوى الى الان موجوده. شلون تقدرون تقنعون الاطراف المعارضه؟ نواب عندكم ما يردوكم، الحرس يردوه اوكي ما عندهم مانع. سيد تقول له هسه مجلس النواب صوتوا عليه. خلي اجابه السنه ما يريدونكم قوه. خلي اجابه تفضل استاذ زهير. عليك 39 اسمح لي يا ستاني يلا تفضل استاذ. الكلام ما تمشي شاب تعبتوني. تفضل استاذ زهير تفضل. لا تزعل استاذ زهير اكو مداخله تفضل. يلا تفضل جاوب. اخوي من يخلص حكي انطيني يلا تفضل لك الكلام تفضل. لا تقاطع ابو عزام لا تقاطع ارجوك. تفضل ابو تفضل. نواب نينوى احنا ما نحكي احنا مو جاي نوزن بالكيلوات 5 6 من الصغار 7 8 من الكبار، احنا نحكي بادله وقرائن. نواب نينوى 39 نائب، المعارضين لاثيل النجيفي هم 4 تيمور وهندي ومنقاوي، هذول معروفين. اتركوا من هم ال 35 الباقيين. لا تحكي لي بالغاز. من هم؟ عبد الرحمن اللويزي، عبد الرحيم الشمري، ميزر العاقوب، هذول الثلاثة الأربعة. أما البقية ليس لدينا أي تقاطع معهم، سواء كانوا كرد سواء كانوا عرب سنة والله سواء كانوا مساحة القتال قاتل. اسمح لي اسمح ابو عزرائيل ارجوك،
هذول نواب منتخبين نواب منتخبين. جاي قاتل باب حوشكم عيني ابو ميكائيل ما ادري ابو اسرافيل وين عن قاتل احنا باب حوشكم لو جاي نقاتل بالجبل باب بيتك يلا فهمني جاي قاتل على عرضك اللي اسمع اللي قاعد تبغي تسوي تغرد منك عرضي اشرف منك ومن وجهك انا قبيح لا لا تتجاوز على العرب البرنامج اعتقد هذا الكلام يتكلم على العرب مو كلام مال الانسان يعني اعتقد هذا الكلام ما مفهوم المفروض ما يصير يا مقدم البرنامج. تفضل استاذ وهب بدقيقة واحدة. الرجل اللي استاذ في الاخر يكون قدامي. اسمح لي ارجوك اسمح استاذ وهب بكلمة واحدة وبدقيقة. احكي لي مرحلة ما بعد الموصل، الخلافات باقية، تلزمون العروض ما تلزمون؟ تفضل اخي احنا ان كان مع ابو عزرائيل ما ادري مع ابو ميكائيل والله ما ادري ابو ايش، فاحنا لقانا ما لنا علاقه به. احنا عندنا اكو قياده عامه لقوات مسلحه وقائد عام لقوات مسلحه نأتمر بامره ونطيع امره، وهو اب لكل العراقيين الشرفاء، واكرر الشرفاء ممتاز. هم من يقررون ونحن من سوف ننفذ ان شاء الله، ولن نرضى يعني بعد ما عندكم هذا الخوف والقلق من الحج الشعبي. وخلي يسمع ابو ميكائيل ما ادري ابو اسرافيل لن ترفع بندقيه من حلقتنا ومن وجه اي عراقي كائنا من كان. استاذ وهب ماكو قلق من تواجد الحج الشعبي؟ ويا حاسبكم حساب حتى ترفع البندقيه. تفضل استاذ وهب ماكو قلق عندكم؟ انا اتكلم استاذ احمد ليش سيدي الفاضل؟ ليس هناك قلق بعد الاتفاق من قبل رئيس الوزراء مع القادة بأنه هناك تخوف، هناك تحفظ من قبل أهالي الموصل، ولهذا هم أدرى بمصلحة نينوى واتخذوا قرارا بأن يكون الحشد في الجهة الغربية والجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية للشرطة الاتحادية والمحور الشرقي لمكافحة الإرهاب والمحور الشمالي لحرس نينوى فوق 16 وكان أبو عزرائيل كلمة أخيرة. الجماعة مقتنعين بوضعهم، الجماعة اليوم منظومة أمنية، لا تتحدث لي احنا قطعنا مال طريق الرقة مال الحشد الشعبي، المحور هذول قوة عسكرية صاروا وياك، مثل ما أنت تستلم راتب وما يستلمون راتب، مثل ما أنت عليك قضايا قانونية وقضايا بالحكومة هم أيضا عندهم مهام. بس أتكلم كلام واحد، أقول له لا نحاسب لك حساب حتى ماكو قلق يعني عود احنا خايفين منك. هاي وحدة. اثنين، خليها ببالك رسالتي لاخواننا السنه اللي بالعراق كلهم، عم بالله الكريم ما دمركم غير هاي النماذج، كافي شلبتوا طلعوا تفضوا لهم، تفضوا عليهم نوبه قادمون يا باب الشرجي، قادمون يا النهضه، كافي شلبتوا علينا، كافي هذا دخانكم والله العظيم تعبتونا. هاي لغه الجبناء. لا هسه اعطينا ابو حرس نينوى قتلنا داعشي. لا تتجاوز ارجوك، لا تتجاوز. هنا ابو حرس نينوى قاتله داعشي. لا تتجاوز. تتنقص من يمي، اقلها انا هسه عقب باسر تريد الشغل تعال لي بتلف. هم موجودين هم موجودين بالصوت. وين موجود بربين ولد الخايبه بهالبرد قاعدين. انا هاي الدوره هسه عقب باسر تتخرج دوره ونروح نحط بيها تل احفر وما نريد الوقت شو وقت. كافي. بالمناسبة حتى لا يقولون طائفيين، اهالي تل احفر السنه، اسمعني عزيزي، الشيعه اجوا علينا خطيه، واحنا عود قلنا يا اخوان ما نريد الشيعه وسنه، تعالوا اهالي تل احفر السنه نزحوا ويدرون بنفسهم. دقيقتين ونص. لا اعطيتك دقيقتين. لا اسمع لا استاذ زهير للتوضيح العوائل السنيه او على القاطع الجنوبي. اسمح لي اسمعني يا احمد، استاذ احمد ارجوك ابو جبرائيل والله ما ادري انت من حتى تقدم رساله الى السنه. انت لا تهشم روحك ابو عزرائيل، انت وزير رئيس وزراء تستهزئ باسمي. انت حتى تقدم رساله للسنه. استاذ زهير انطيتك الوقت. تاج راسك انا جندي. شكرا لكم المقدس السيد زهير وابو عزرائيل، شكرا لكم سادتي الكرام، شكرا لكم ونعتذر عن هذه الالفاظ التي صدرت من الضيفين. الى اللقاء.